عيب في عربيه من العيوب اللي صعب اي حد يشخصه مهما كان شاطر. نيسان قشقاي اتغير لها بوجيهات ومباين وترمب الضغط عالي والعيب لسه موجود. قول لنا يا هندسه ايه اللي حصل في العربيه دي بالظبط؟ العربيه دي بعد ما غيرت شورت بلوك في مكان ما من الناس المحترمين، العربيه فضلت فيها مشكله ترتيله. العربيه بعد ما خلصوا قالوا يراجعوا العربيه بسبب مشكله الترتيله، العميل كان بيشتكي منها. العربيه غيروا فيها بوجيهات وغيروا ترمب الضغط عالي وغيروا مسطره رشاشات، والعربيه فضلت زي ما هي. فبعد ما العميل كلمنا قال لي انا غيرت شورت بلوك بس العربيه لسه انا مش مبسوط منها، في ترتيله كده حاسس بيها. فلما قلت له خلاص تعالى نبص عليها تاني، وانا عارف ان المكان ده محترم فالدنيا كويسه، فقلنا نراجع على قطع الغيار اللي ركبت كلها هل هي كويسه ولا فيها مشكله. الحمد لله راجعنا على كل حاجه ولقينا ان كل حاجه مظبوط. وطبعا ده خلانا ايه ده هو ايه اللي بيحصل في العربيه. قلنا نخش بالجهاز نقرا الداتا بتاعه العربيه، الداتا ستريم بتاعتها، فلقينا ان في اشاره من الاشارات فيها مشكله، فيها فلكتويشن بيحصل. فلما راجعنا قلنا ممكن يكون بنسبه كبيره ترس الفولام فيه مشكله، يا اما التانى هو بيركبه. نزلنا المكنه ولقينا ان في ترس في الفولام، في سنتين قافلين على بعض. ركبنا ودورنا قيس قياساتك، العربيه بقت تمام، بقت زي الحمد لله. دبت مفك بس توفيق طبعا من عند ربنا. برضو احنا العربيه خلاص جربناها، والعميل باذن الله النهارده هيجي يستلم ونجرب معاه العربيه. عشان كده بقول هي مش علم بس ولا خبره بس، والمهم ان انت تفحص صح بعيد عن كعبول ولا كلبال. والمهندسين هنا عشان خاطر اكس توكيلات بياخدوا خطوات الفحص خطوه بخطوه، ما بيخشوش على العربيه غير 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 غير، لا بيوصلوا للعطل بشكل فني وبيقدروا يكشفوا سواء بالجهاز او مانيوال كل الطرق اللي ممكن توصل للعطل قبل ما يكلفوا العميل اي حاجه.